سلام الله على كل حر غير على أرضه وعرضه. هذه رسالة لا بد أن أوصلها إلى كل يمني حر غير على أرضه وعرضه، وشهادة في الدنيا ومحاسب عليها في الآخرة. قضية عبد الله الأغبري ليست قضية جنائية مثل ما بيتداول البعض إنها قضية عابرة أو قضية يعني وقعت وحصل اللي حصل. لا، قضية عبد الله الأغبري وراها خلفيات وشخصية كبيرة. يشهد الله على ما بقوله إني وراها قضية وروس كبار، إن أحد أفراد عصابة السباعي المدعو دليل الجربه كان أحد المحققين معايا وأنا في المعتقل عند سلطان زابن العام الماضي. حقق معايا وصورني وخلاني أخضع للتصوير فيديوهات مع أبو هيثم الحكمي 4 أيام. يشهد الله والذي نفسي بيده والذي قال لمحمد قم فانذر وعلى كتاب الله الكريم إنه هذا اللي حصل، وإن أحد أفراد عصابة السباعي المدعو دليل الجرب إن كان متواجد خلال أثناء التحقيقات معايا في المعتقل ما كنت معتقلة عند الحوثيين. يشهد الله. وأكبر دليل إنه ما جاء إلى عند عبد الله الأغبري، قال إنه جاء أدى العشاء متأخر وإنه طير على وقد عذبوه وقد كذا. إنه لو تفكروا وتستنتجوا وتوصلوا للحقيقة ليش هو جاء متأخر حسب أقواله وإنه طلب عشاء وجاء؟ ليش؟ لأنهم ما قدروا يستجوبوا عبد الله الأغبري بعد التعذيب وبعد كل وسائل الإجرام اللي قاموا به. أتواصلوا بهذا الشخص لأنه كونه في التحريات وفي التحقيقات مع الحوثيين. أقسم بالذي نفسي بيده. فهو جاء على أساس إنه يخلي الشخص هذا يعترف بطريقتها الخاصة. فأنا كان يحقق معايا لمدة 4 أيام وأنا في المعتقل. يشهد الله إني 4 أيام، وإنه هو الشخص نفسه هذا اللي كان يخليهم يصوروني فيديو ويخليهم يزيعوا البرقع من فوقي، وهذا الشخص نفسه اللي كان يستفزني بالصور، والذي كان يقول ينشروا كل صور أهلي من التلفون. وأنا أول بنت تكلمت، أول معتقلة تكلمت إن الحوثيين بياخذوا الصور ويستفزوا البنات بالصور ويصورون يستفزوا البنات. اللي يشتي يتأكد من كلامي هذا يدخل على قناة القد المشرق، رابط قناة القد المشرق، أو يدخل قناتي أو يدخل قناة اليمن اليوم، رابط قناة اليمن اليوم، يشوف متى اتكلمت بالتاريخ. اتكلمت يمكن قبل 8 أشهر عن هذا الموضوع، قبل هذا الحدث، قبل حادثة عبد الله الأغبري. قلت في سلطان زابن وزبانيته وشلته ياخذوا البنات ويهددوهم بالصور ويصوروهن. شوفوا التاريخ متى اتكلمت عن هذا الشيء. انا امس الليل اقسم بالله وعلى المصحف الكريم اللي مسكتها الان واللي هو معايا الان، انه امس الليل خلدت الى النوم وجلست اتفكر مع نفسي، يعني من لحظة اعتقالي وكيف تم مداهمة منزلي وكيف تم أخذي وكيف تم التحقيق معايا وكذا. استنتجت يعني مع كثرة التفكير في راسي أمس الليل، استنتج إنه أحد من كان يحقق معايا هو دليل الجربة. أقسم بالله إني فزعت من نومي، ما عاد دريت إيش أسوي، كأني لحظة الاعتقال، لحظة ما اعتقلوني سلطان زابن وشلته. يعني عشت أمس الليل وأنا في رعب وقمت على هذا الحادثة، وقسمت على نفسي يمين إني أوصل هذه الرسالة وأناشد النائب العام وأناشد السلطة القضائية في صنعاء إنهم يتحركوا الموضوع. إحنا ما نشتي الإسراع في القصاص أو بتنفيذ حكم الإعدام، لا، إحنا نشتي ما خلف الكواليس. ما هو السبب الذي بيخلوهم يختطفوا البنات ويستفزوا البنات بالصور؟ أنا أحد الضحايا، وأنا أقسمت على المصحف وأنا محاسب أمام الله في الدنيا وفي الآخرة إن هذا اللي حصل. وأتمنى أنهم يتفاعلوا وأنهم ما يطالبوش بإسراع القصاص أو بتنفيذ الحكم. لا، إحنا نشي نعرف ما هو السبب، وليش بيختفين الفتيات داخل صنعاء، وليش بيتم اختطاف الفتيات، وليش بيتم تلفيق التهم الكيدين لهن، وليش بيستفزوهم بالصور. أتمني من الجميع أنهم يناصروا هذه القضية، وأتمني من النائب العام ومن السلطة القضائية أن يخلوهم يخضعوا على التحقيق. وأكبر دليل وكل تفاصيل الجريمة موجودة عند عبد الله الأسدي، وأكبر دليل أنهم واعتقلوا أخوه واعتقلوا كل من بيتحاكي، لأنه وراها روس كبار. القضية مش قضية قتل والسلام، القضية قضية ومع أي ضحية تعرضت لهذه المهزلة ولهذا الاستفزاز ولهذا العنجهية الذي يرتبط الراس الكبير أو الهرم الكبير، الراس حق العصابة هو سلطان زابن وزبانيته. مش معقول 8 أشخاص يشتغلوا في محل لا يتجاوز 4 متر
أو الستة هالمتر 8 أشخاص، مكان فاضي، ما فيش حتى جوالات، ما فيش حتى نقول أدوات الجوالات أو حاجة مستلزمات الجوالات، ما فيش، مجرد مكان فيه كم كرتون، ومكان يعني لا يتسع 2 أو 3 أشخاص. مش معقول إن هذول كلهم يشتغلوا في محل السباعي. أتمني من القضاء، أتمني من السلطة القضائية إنهم يحققوا تحقيق عادل، وانهم يكشفوا كل خيوط الجريمه، وانهم يبصروا الرؤساء الكبار. ما نشتي بقتل هذولا 6 أو 7، احنا نشتي ما خلفهم ومن وراهم، ما هو الدافع لذلك. اتمنى على الجميع انهم يناصرونا في هذا الشيء. أتمنى على كل حر إنه يوقف معنا، إنه يآزرونا في هذه المشكلة وفي هذه القضية. القضية مش على حسب ما قالوا إنه خلاص يعني اعتداء وما اعتداء وكذا، لا، أكبر دليل إنه هو يعني تجاهلوا في القضية 6 نص شهر على الحادثة. لولا الشخص هذا اللي فضحهم بالضابط عبد الله الأسدي وسرب الفيديوهات، إنه هو الآن ما كانش حد يدري بالقضية، يمكن عيلموا قضوا على أهل المقتول بديه أو بزلط أو كذا وتنازلوا عن القضية. بس الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم ما بش بينها وبين الله حجاب، وذلك يعني الله كشفهم على أيدينا، كم ضحايا وكم بنات وكم بدعين وكم مظلومات. أنا أحد يعني من تسببوا لي بالأذى وتشردت عن بلادي وعن أهلي وخسرت ما معي، والآن في القربة يعني لا معلي ولا معي أي أحد بسبب هذا الإجرام الذي بيقوموا به داخل صنعاء. لذلك نتمنى على الكل أن يتكاتفوا معنا ويكونوا معنا قلبا وقالبا، حتى نعرف ما خلف هذه الجريمة، وما هو السبب، ما هو الدافع، وليش بيتم اختطاف الفتيات. يعني دحين مشي قضية غير قتل وما قتل، ولا قضية كذا. احنا نطالب انهم ياخذوا ما وجد في محل السباعي، سواء كان من أجهزة اتصالات معاهم أو من الكاميرات، يعني أجهزة التصوير أو التواصل أو الأرقام، آخر الأرقام اللي تواصلوا بها مع من والمن كان يتصلوا. نحن نتمنى من السلطة القضائية إنه يعني تلغي الأوليات حق تحقيق البحث، وإنه هي تستجوب الجنات، تستجوبهم وما هو عملهم. إحنا نريد وأمنا بالله وبهم كبير إنهم يظهروا لنا عين الحقيقة. إحنا نشتي إجراءات عادلة، إجراءات منصفة. يعني السجون بتقضي قضية بالفتيات، السجون يعني في فتيات بيخضع للتعذيب والأشنع يعني أصناف العذاب داخل السجون. أتمنى من السلطة القضائية مثل ما قالت إنها بتبث عبر وسائل الإعلام، يعني المحاكمة مباشرة، إنها تنفذ ذلك، تنفذ ما وعدتنا به، كي نعرف ما لنا وما علينا، ونعرف يعني ما هي أسباب الجريمة اللي بيقوموا بها.